أيها السادة والسيدات، سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من ملعب سيفيتاس متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة المباراة الودية بين الفريق الوطني والمنتخب البيروفي ضمن استعدادات الفريق الوطني لنهاية كأس أفريقيا في الكوت ديفوار أمام ما يقارب 30,000 مناصر هنا في سيفيتاس متروبوليتانو. أسود الأطلس يبحثون عن الإقناع مرة أخرى عن الظهور بوجه مشرف يليق بهم ويليق بما قدموه في دولة قطر ويتناسب مع ما تحقق في المباراة الدولية الودية أمام منتخب البرازيل. أسود الأطلس اليوم نعم هناك غيابات، لكن من يحضر يبحث عن تقديم عرض قوي يسوق للعالم من خلال أرضية ملعب السيفيتاس. تنطلق هذه المباراة في نفس الملعب. أكيد أن الأجواء تكون يصعب وصفها ويصعب أننا نقدم لكم ولو شوية مما نعيشه في ملعب متروبوليتانو. في خط وسط الفريق الوطني نصير المزراوي يلعب البخلال لنصير السعودي زار المغرب مع الهلال في منافسات كأس العالم للأندية. كرة بيروفية لكن الضغط والتغطية من نصير المزراوي. مانسيس نيفاغارد في غياب أشرف حكيمي الذي يغيب عن هذه المباراة تحمل على نفسه أمام البرازيل وأصر على وليد أن يلعب كرسمي تلك المباراة، لكن غادرها مصابا. ولكي ميغيل تراوكو للحد من خطورة العناصر الوطنية. الملعب السابق للأتلتي قبل التحول للسيفيتاس متروبوليتانو خطأ، والحكم يتدخل للإعلان عن المخالفة لمصلحة المنتخب الودي منها والرسمية. كرة للأمام في منطقة الجزاء لكن بعيدة عن تابيا. كانت المتابعة في القائمة الوطنية للعناصر الوطنية. للأمام سيروا للأمام. أدفينكولا يمر صعبة للبيرو، لكن الحكم زكريا بخلال الحكم يطالب بمواصلة اللعب، يقول ما فيش خطأ تماما. كرة من سلاسك البيروفي في هذه المباراة. كرة للأمام سيروا للأمام، والحكم يطالب بمواصلة اللعب، يقول ما فيها ولا شيء للفريق الوطني. فرصة كان بإمكانه أن تغير أشياء كثيرة في الدقيقة الأولى. الفريق الوطني يوم غياب عزتين وناحي أكيد أنه سيترك فراغ كبير في خط الوسط. نعرف جيدا قيمة لاعب أولمبيك مارسيليا عزتين وناحي المجتهد وناحي الذي شاهد كثيرا في يوم من الأيام في التغطية من جديد من حكيم زياش الذي يشاهد كثيرا مع انطلاق هذه المباراة. كان خطأ نعم، كان خطأ واضح والحكم يتدخل ويلعب ولتحرير رفقاء زملائه في هذه المباراة. كرة نحو يوسف الصمد من الطرف الأيسر يلعبها في منطقة الجزاء، لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو غاليس. هذه كرة أولى في هذه المباراة كان بإمكانه أن تغير من النتيجة. عبد الصمد الزنزولي زكريا بخلال لحكيم زياش طلب للكرة من الطرف الأيمن نصير مزراوي. لا كان بالإمكان وأن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. يوسف نصيري كان بإمكانه توقيع الهدف الأول في هذه المباراة. عمل كبير من نصير المزراوي الذي يتحرى من الرقابة، لكن زكريا بخلال لحكيم زياش مختلفة تماما. كرة في منطقة الجزاء وتدخل جاليس والحكم يقول ضربة خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي لحارس مرماه جاليس. العنصري الإيطالي كرة للفريق الوطني للأمام، لكن راي مرفوعة من طرف الحكم المساعد الذي يعلن عن تسلل. يوسف نصيري ريناتو من جديد يلعب كورته من الطرف الأيمن. ريناتو كرة للأمام وياسين بونو يتدخل. ياسين بونو كاريو أدفينكولا متسلل، والبقية يتكفل بها نيفاغارد يتدخل لبعض الخطر عن مرمى الفريق الوطني. يتدخل أمام كاريو. نصير المزراوي لحكيم. منتخب البيرو يضغط دفاعيا. كرة للأمام زكريا النصير. يلا يا نصير كرتك يا نصير. ويوسف نصيري وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. تضيع فرصة أخرى للفريق الوطني. كان بالإمكان وأننا نتابعوا له هدف هذه المباراة للفريق الوطني. عمل كبير من نصير المزراوي. نصير ضير الأيمن الذي يقدم مستويات كبيرة منذ زمن طويل لم يلعب كرسمي. نصير ضير الأيمن. نصير ما شاء الله عليه زكريا بخلال. عبد الصمد الزنزولي عندك المساحة للتمرير. تسديدة عابرة لكل الحواجز من حكيم زياش. كان بإمكانه أن يسجل الهدف الأول في هذه المباراة.
فرصة وهي فرصة للعناصر الوطنية. سرعة التحول من الطرف الأيمن وصل المزراوي يلعبها. المتابعة من زكريا بوخلال. عبد الصمد الزلزولي اللي حرر الكرة ومررها لزياش الذي يسدد بعيدا عن المرمى. لاعب نادي تولوز الفرنسي يلعبها 1-2. كان خطأ. يلا زكريا كورتك يا زكريا. مازال الكرة ومازال الخطورة للعناصر الوطنية. بلال يسدد لكن بعيدا عن مرمى المنتخب البيروفي. فرصة أخرى تضيع للفريق الوطني في الجولة الأولى من هذه المباراة. من التدخل على نصير المزراوي الحكم لحسن حظنا انه زكريا السرير وريناتو البيرو واجباره على ارتكاب الخطا ولو ارتكب الخطا في منطقة الجدفع المنتخب البيروفي. من جديد كرة لكاريو والخط منتخب البيرو خطيرة لمنتخب البيرو والتغطية من منتخبي البيرو والتغطية من دفاع. طلب للكرة من زكريا بوخلال يلحق الكورتو والكرة تتحرك البيرو. فرصة بيروفية من الطرف الايسر في منطقة الجزاء والتدخل في منطقة جزاء منتخب البيرو في القائمة الثانية. المتابعة من أدفينكولا بوكا جونيورز يمشي بكورتو عنده نصير حكيم ونصير ورينات في منطقة الجزاء. حكيم لأنس لكن في النهاية مزراوي يلحق بالكرة نصير في منطقة الجزاء. حكيم لأنس لكن في النهاية مزراوي يلحق بالكرة نصير. كرة للفريق الوطني إمكاني من حكيم زياش يسدد. حكيم ما مشاتش بعيد. الكرة الماضية لزياش كان بإمكانه أن يشعل المدرجات. كرة والتفاعل أمامكم. كرة ممتازة جدا. حكيم زياش روض كرة وسددها ما مشاتش بعيد تماما عن مرمى الحارس كالاس. دابا حنا نبقاو نلعبو ولا عندك مالنا حنا عا غنتهلاو فيك. حنا القايله وكيفاش القضيه ديالك؟ عندك تعمل شي حاجه؟ فيك واحد طاجين بالبصال جديد ما نعاود لك. هاي انت هو خصو الحال. انا عاود لي مالك عندك؟ وصاحبي عاود وسرك في بير. والله ما نقول لشي واحد في الواتساب هيدا دابا تعاود له تقلب وجهك ويقول داك الشيء في الجروب. اخوتي بيناتنا عرفتوا. لا دابا عاد عاود لي اكي مر في دورو. هو قال لك عاود لي. يلا مشي عند الجسد ديالك يلا. اجلسها فيقل لك العاين احسن. اجي يا اخي احنا باقي غنسلموا عليه. اجري يلعب.